في أسوأ مباريات نادي الزمالك بيخسر من فاركو ب3 أهداف مقابل لا شيء. سؤال النهارده وهو من سبب خسارة الزمالك أمام فاركو بهذه النتيجة؟ هل اللاعبين؟ هل مجلس الإدارة؟ هل المدير الفني؟ بصراحة أنا مش لاقي إجابة للسؤال ده. الزمالك في المركز الرابع برصيد 29 نقطة، وفي المركز الخامس المقاولون العرب ب 28 نقطة. وفي حال فوز المقاولون العرب على النادي الأهلي المباراة القادمة سيكون المقاولون العرب في المركز الرابع والزمالك في المركز الخامس. يا ترى هل ممكن الزمالك ينهي الدور الأول في المركز الرابع ولا ينهيه في المركز الخامس؟ بصراحة الزمالك دخل في دوامة كبيرة جدا، وشكلنا هنشوف الزمالك بتاع 2017 راجع تاني. في 2017 كنا بنشوف الزمالك بيخسر كتير جدا وبيتعادل ايضا كتير جدا، وكانت نسبة الفوز معدومة بشكل كبير. بمعنى لما الزمالك بينزل اي مباراة تحس اللي هو نازل عشان يخسر او علشان يتعادل، ما كانش نازل عشان يكسب. ولو تتذكروا معايا اللي الزمالك الموسم ده انهى الدوري في المركز الرابع ولعب الكونفدرالية وطلع من الدور ال 32، بينما اللي كان بينافس النادي الاهلي على الدوري المصري كان النادي الاسماعيلي وانهى الدوري في المركز الثاني، والنادي المصري ايضا واللي انهى الدوري في المركز الثالث، بينما الزمالك انهى الدوري في المركز الرابع وكان قريب جدا من اللي هو ينزل مركز خامس وما يشاركش في بطولة الكونفدرالية. بمعنى ان انت مشيت فيريرا وقلت خلاص اللي هو مشى ومعاش هيجي نادي الزمالك، وعينت الكابتن اسامة نبيه مكانه. كابتن اسامة نبيه لعب ماتش واحد وكسب 2-1، وقلنا خلاص الزمالك هيبدأ يرجع وهيبدأ يستمر في سلسلة الانتصارات. لكن اتفاجئنا لما لقيتك بتقول لنا ان فيريرا راجع تاني. لما تقول اللي انت اديت له اجازة مش مشيته وترجعه تاني، مفيش فريق في العالم يعمل كده. مفيش فريق في العالم يقول لك انا همشي المدرب بتاعي وبعدها باقل من شهر ارجعه تاني. طب ما تقول ان انت اديت له اجازه مثلا اسبوعين او شهر وهيرجع تاني. ويا عم لو هو مشي عشان بس ما حدش يجي يقول له انا مشى فعلا، طب لو هو مشى انت رجعته تاني ليه؟ طب ما تشوف بقى مدرب تاني، شوف مدرب تاني مثلا، حاول تجيب جروس مثلا يقوم لك الفريق ده، حاول تجيب مدرب مصري، مدرب اجنبي، اي مدرب. خلي الكابتن اسامه نبيه مثلا ماسك لحد نهايه الموسم. طب سيبك من فيريرا، خلينا في امام عاشور. انت مشيت امام عاشور ليه؟ من اهم عناصر الفريق. واحد هيطلع يقول لي ما هو عايز يمشي، اقول لك ماشي يا سيدي، بس خليه يمشي مثلا في نهايه الموسم، ما تخلوش يمشي في وقت زي ده. انت حاليا مش عارف تعوض مكانه، ما عرفتش تتعاقد مع احمد قندوسي، ما عرفتش تتعاقد مع اي لاعب في نص الملعب، ما عرفتش تؤيد اللاعبين اللي انت جبتهم. احمد بالحاج لو كان لاعب كنا ممكن نقول عليه صفقه كويسه، هيعوض مكان امام عاشور، حتى بيلعب صانع لعب كان ممكن يعمل اداء كويس مع نادي الزمالك. انت ما عرفتش تأيده، في مشاكل في الدفاع وقلنا عليها اكتر من مره، وقلت لنا ان احنا هنجيب محمود شبانه تاني من جديد، ولكن للاسف ما عرفتش تأيده بسبب الفلوس اللي عليك لاتحاد الكوره. في الاخر تطلع تقول اصل الزمالك بيخسر بالسحر والشعوذه والاهلي بيكسب بالسحر والشعوذه. طب انا مش هتكلم انا دلوقتي على الكلام ده. فين الصفقات اللي انت عملتها السنه دي؟ مفيش ولا صفقه ناجحه مع نادي الزمالك حتى الان. طب انت لما مش عارف تعوض اماكن اللعيبه اللي انت مشيتهم اللي هم زي مصطفى فتحي وطارق حامد واوباما وبن شرقي ومحمود علاء، وفي الاخر تمشي لي امام عاشور اللي المفروض اساسا كان يستمر حتى لنهايه الموسم، وانت ما عرفتش تخليه يستمر بسبب ان انت مش عاوز تديله فلوس زي زيزو. ومشيت مروان حمدي اللي راح عمل موسم تاريخي مع نادي سموحه، وفي الاخر طلعت تقول على احمد ابو الفتوح اللي هو بيحشش وراح يلعب في النادي الاهلي. في رئيس نادي يطلع يقول الكلام ده؟ طب في رئيس نادي في العالم يطلع يشتم الناس على قناه الزمالك؟ طب انت دلوقتي عندك بطوله افريقيا اللي الجماهير عاوزاها اكتر من اي بطوله تانية، هتعرف انت تجيب لهم البطوله باللعيبه اللي معاك؟ مع احترامي ليهم كلهم، هتعرف تجيب البطوله باللعيبه دي؟ مستحيل. في واحد هيطلع يقول لي انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ لا انا اهلاوي، وبقول كلمه حق على نادي الزمالك، وزعلان طبعا على جماهير نادي الزمالك. ربنا يكون في عون جمهور نادي الزمالك. وبس كده، مش عاوز اطول عليكم اكتر من كده. نتقابل ان شاء الله بكره علشان مباراه الاهلي امام ريال مدريد يوم الاربعاء. وبس كده، شكرا، مع السلامه.